تعالوا نحضر وصفة كتير طيبة بمركبات كتير سهلة وبسيطة. وبالمناسبة هاي الوصفة إعادة تدوير علشان يكون عنا حفظ للنعمة. يلا let's go على المطبخ. دايما لما بشوي دجاج كل القطع اللي هن سفاين بضلوا، فما حدا باكلهن عندي بالبيت. فشو بعملن إعادة تدوير. كيف نعملن إعادة تدوير؟ تعالوا نعمل اشي مفيد من الدجاج اللي فسخناه اللي بايت من امبارح. بنروح على جرور الاكشن وبنطول منه البهارات والتتبيله اللي بدنا نحضرها للدجاج وللبصل كمان. هون في عنا فلفل اسمر، وفي عنا فلفل حلو مدخن، وفي عنا سماق، وفي عنا ملح. بنحط منهن كل واحد شوي على البصل. وبعدين بعد ما نحط اول اشي السماق بتكتره كتير كتير، تمام، لانه هو اللي بعطيكوا كل النكهة كل اللعبة هون. بعد ما نحط ونملح بنحركهن منيح منيح منيح، حرك 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 لحد ما يندمجوا مع بعض. بعدين بتاخدوه الرحلة وين؟ على الغاز. في على الغاز بيكون قلاي بقلبها بتحطوا زيت زيتون وتحطوا عليها البصل وبتقلبوهن منيح منيح، حرك 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 لتندمجوهن مع بعض. وبعدين بتحطوا الدجاج بتجاط اللي حضرنا فيه قبل، وبنحط فيه فلفل اسمر، وبنحط من البابريكا اللي مدخنه. البهارات صرتوا بتعرفوا من وين، من عند شاد الربيع. وحرك حرك حرك، وبعدين بنحط الدجاج فوق البصل وبتردوا حرك 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 عشان تدمجون مع بعض ويكونوا جاهزين. هون عنا اللف. بتجيبوا خبز شراك، كل دائرة من خبز الشراك بتقسموها ل8 أو 12 مثلث زي هيك، والحشوة بتزيدوا عليها لوز محمص وبتلفوهن، بتسكروا من الطرفين وبتلفوا رول. هون بضل عندكم طرف المثلث. في عندي هون معلقتين طحين مع شوية مي بتحركوهن عشان تعملوا منهن التلزيقة تبعت الشراك. بنكمل باقي الخبز الشراك. على فكرة بتقدروا كمان تستعملوا التورتيا بس الشراك أطيب، وبتقدروا تقلوهن بس انا شويتهن شوي. هون كملت كل باقي المقادير وحشيتهن كلياتهن وزبطتهن، حاولت قديش بقدر اخليهن كلهن يكونوا قد بعض. وبعدين رتبتهن بقلب صينية. مهم جدا انه الصينية تحطوا فيها زيت زيتون، بدكم تحطوا شوي تكتروا، وبس يستووا تطلعوهن الفرن بتقيموا الزيت عنن. الفرن بتشغلوه قبل بوقت على درجة حرارة 200 فوق وتحت. بتحطوا على وجهن زيت وبتفوتون على الفرن. هيك بعد ما طلعوا من الفرن طلعوا كيف بجننوا. على فكرة بقرشوا قرش. بترتبوهن كيف ما بدكوا وبتحطوا عليهن رشة سماق، بتحطوا عليهن من اللوز اللي حمصتوه. واهم اشي تقدموا حد هندي بس رمان. اسمعوا هون بيطلع عندكم رولات مسخن بشبه كتير طعمة المسخن. وصفة كتير كتير طيبة عن جد، بنصحكم تجربوها. منه بنحافظ على النعمة ومنه ولا هون بدكم تغرقوا اسر هذا المنظر. طلعوا دبس الرمان كيف عم بنزل عليهن للرولات. وصفة كتير طيبة، جربوها ورح تحبوها. ويلا باي.